جربتي قبل كده تعملي الملوخية المتفرزة؟ بتسود منك والطريقة بتبقى مش حلوة، ولما بتطلعيها بتلاقي طعمها متغير. تعالي النهاردة بقى اقولك على التكاية اللي احنا هنعملها مع بعض، وهتعملي كمية كبيرة في وقت صغير جدا، وهتملي الفريزر عندك ملوخية يكون سعرها حلو وكمان طعمها احلى. يلا بينا نشوف الطريقة عملناها ازاي بالخطوات واحدة واحدة. واحسن وقت لتفريز الملوخية هي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، بتكون الملوخية سعرها حلو وكمان خضرة كده وجميلة وزي العسل. يلا بينا نشوف الطريقة. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك. ولو انتي اول مرة تتفرجي عليا ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. طبعا الكمية الملوخية اللي انت عايزاها بتجيبي الكمية وتغسليها كويس جدا زي ما انت شايفة كده، بتنقعيها في شوية مية وشوية خل، وبعد كده بتشيليها من الطبق، مش بتصفيها، بتشيليها من المية بايديكي علشان خاطر الرواسب والطينة بتبقى في الارضية. بعد كده معايا حلة على النار فيها شوية مية، المية غليت معايا، نزلت بكمية الملوخية كلها اللي انا هعملها. بالمناسبة الكمية ديت وزنها 2 كيلو ونص من الملوخية. هنشوف دلوقتي هيطلعوا لي كام كيس، وهنعمل الملوخية ديت عندنا على طول، وداعا بقى للملوخية الجاهزة اللي احنا بنجيبها. عايزة اقولك السر دوت من سر المصانع. لما عملت الفيديو دوت من حوالي سنتين على اليوتيوب جاب لي مشاهدات عالية جدا، وكنت واخدة الطريقة من واحدة صاحبتي كانت شغالة هناك في مصنع من المصانع اللي بتعمل الملوخية الجاهزة، كان اسمها داليا. ارجعي لي الفيديو تاني هتلاقيني انا اللي كنت عاملاه على اليوتيوب. فمن الفيديو دوت كده بشكرك يا داليا على الطريقة الجميلة اللي انا معتمداها طول حياتي. بسبب الطريقة بتاعتك ديت انا بطلت اشتري ملوخية جاهزة، والملوخية متوفرة عندي طول السنة. دلوقتي بعد ما خدت اول غلوة هبدأ اللي انا اشيلها من المية. خلاص كده المية دي احنا مش هنستخدمها تاني. يلا بينا ناخد الملوخية بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه في الملوخية دي. طبعا انا عندي هاند بلندر فهعملها بالهاند بلندر، تقدري تحطيها في الخلاط او في الكبة. معلقة كبيرة من السكر على ال2 كيلو ملوخية، هتزودي الكمية هتزودي نسبة السكر. السكر هنا مادة حافظة وكمان بيسكر الملوخية وبيخليها جميلة. هحط حوالي راس توم كبيرة على ال2 كيلو ملوخية، وبعد كده هحط كوباية مية على الكيلو الملوخية الواحد. تمام. هحط كوباية تانية دلوقتي وهوريكي، بس اهم حاجة كوباية المية تكون ساقعة جدا. لو انت هتحطي شوربة تحطي كوباية شوربة على الكيلو الملوخية وتكون برضو ساقعة، ما تحطيش المية او الشوربة سخنة. كده حطيت على ال2 كيلو ملوخية حطيت عليهم كوبايتين من المية. وطبعا التوم احنا كده كده بنحط في الملوخية توم ني، فهيدينا ريحة حلوة جدا، وكمان السكر هيسكر الملوخية ومادة حافظة. طب الشوربة اللي انت هتحطيها ديت فيها نسبة مملحاها، يعني عادي مفيش اي مشاكل، بس خلي بالك لما تيجي تسوي الملوخية تبقي تقللي نسبة الملح شوية. خلاص كده اديناها ضربة في التانية في التالتة والملوخية بتاعتنا بقت زي الفل. زي ما بقولك كده تقدري تعمليها في الكبة او في الخلاط. دوت القوام بقى اللي انا محتاجاه. هنا معايا الاكياس، تقدري تحطيها في اكياس اللي هي سهلة القفل ديت، او في اكياس عادية، او ممكن في علب تلاجة على حسب اللي عندك، على حسب المتوفر عندك. انا هنا هحطها في الاكياس ديت كده، بس هخرج منها الهواء كويس جدا، مش عايزة اي هواء داخل الكيس علشان خاطر ما يبوظليش الملوخية ويخليها تسود. بصي القوام بقى عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، القوام بتاعها حلو جدا علشان لسه هتتخفف طبعا لما تطلعيها من الفريزر. مدة صلاحية الملوخية دي في الفريزر من 6 ل8 شهور، وهتبقى عندك جميلة وزي الفل. اي وقت عايزة تعملي ملوخية يدوب هتطلعي الكيس زي دوت كده، تسيبيه يبرد شوية لمدة 10 دقايق وتنزليه على شوربة تكون سخنة. يعني اعملي كده مقدار مثلا الكيس مقدار طبقين من الملوخية، هتطلع معاكي جميلة وزي العسل. هنا كده عملت ال3 اكياس بالاكياس السهلة القفل. لكن تعالي بقى نعمل كده في الكيس العادي خالص بتاعنا، عشان لو مش متوفر عندك الاكياس دي تقدري تعمليها في الكيس العادي. بتضغطي عليها كويس جدا وتخرجي كمية الهواء وتبرمي الكيس وتروحي ربطاه من فوق خالص. خلاص كده بقى كيس معايا متبطط ومفيش اي مشاكل، يعني سواء كده او كده فالاتنين هيحلوا نفس الموضوع.
يلا بقى يا ست الكل كده اعملي الملوخية في البيت، سهلة وبسيطة. ولو انت موظفة هترجعي من الشغل كل حاجة تبقى عندك جاهزة، ولو ست بيت تبقى كل حاجة برضو متوفرة عندك، قاعدة رايقة والدنيا تمام من حواليكي. الحاجات دي بتنفع جدا في الفريزر، بتوفر علينا وقت ومجهود.